هنعمل كنافة ملفي. الكنافة الملفي دي هي عبارة عن طبقات، من تحت كنافة محمرة، وبعدين باتيسير، وبعدين ملفي وسكر من على الوش. تمام. انا اختصارا للوقت انا حمرت الكنافة. بصوا عاملة زي الرمل في ايدي. مش هحط لها شربات عشان الشربات هيخليها تقفش شوية، وبعد كده هتبقى طرية خالص، فانا عايزاها كرانشي شوية، فمش هحط شربات اساسا. انا عملتها ازاي؟ حمرت دي ازاي؟ ده نص كيلو كنافه عليه نص كوبايه سمنه سايحه، لخبطتهم مع بعض ب3 معالق كبار سكر باودر. خلاص. في صاج في الفرن، في حله على النار، واقلب. انا عملتها في حله على النار. كانت حلوه جدا، وبصوا اللون موحد وتحفه جدا. طبعا الكنافه انا مفرزاها من قبلها بيوم. اول ما طلعت ضغطتها ضغطتين بقت زي البودره. ممكن نقطعها بمقص بسكينه، ممكن احطها في الكبه زي ما انتوا عايزين، لكن الاسهل بكتير ان انا احطها في الفريزر على الاقل ليله. تمام. ومعايا ملفي. ملفي ده انا شارياه جاهز اهو، من اي فرن متوافر يعني عندنا ومش غالي. ملفي. وبعدين معايا معلقتين زبدة، ومعايا 3 ودي فانيليا، ومعايا 3 معالق سكر عادي مش باودر ولا حاجة، و3 معالق نشا، 3 كوبايات لبن. يبقى هنمشي 3 3 3، 3 سكر 3 نشا و3 كوبايات دقيق، 4 صفار بيض. الصفار بس 4 صفار بيض، ومعلقه صغيره فانيليا، ومعلقتين زبده. خلاص. اول حاجه هنعملها هنجيب بوله عشان نحط فيها اللبن يدفى على النار اهو. هنحطه يدفى على النار، واول ما يدفى اكون انا دوبت بقيه المكونات، وهوريكم هنعملهم ازاي علشان نعادل درجه الحراره. الزبده دي اخر حاجه هتضاف لما نطفي على الكريم باتيسير، مش هتتحط دلوقتي خالص. كل اللي هعمله ان انا هجيب السكر الباودر، السكر العادي سوري مش باودر، سكر 3 سكر و3 نشا و4 صفار بيض اهو، والفانيليا و4 صفار بيض. تمام. بصوا القوام بتاعها زي ما قلت لكم هو ايه، متماسك شويه عشان كميه السوائل اقل من كميه المواد الجافه. ادي اللبن اهو بدا يدفى، يعني مش مغلي بس سخن. تمام. هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كده واقلب. برضو انا بقلب باستمرار. بصوا حلوه جدا. معلقتين زبده مش كبار، ممكن نستغنى عنهم، ولكن هما بيدوا طعم وقوام كريمي للخليط ما اقولكوش يا جماعه. هحط هنا. بصوا هوريكم حاجه. طبعا التحكم في الطبقات دي حاجه ترجع لكم. تمام. اهي دي الطبقه بتاعتي انا كده شايفاها تمام. هجرب كده اشوف ايه الاخبار قبل ما ايه. تمام. هبدا بقى ايه. طبعا دي لما تقعد في التلاجة شويه افضل كتير، عشان الملفي يطرى شويه لما بيقعد مع الباتسير والكنافه كمان. كانوا الكاستر طبعا ينفع، والكريم شانتيه ينفع، كل حاجه في الدنيا تنفع. هحاول اقطع. بصوا بقطع بالراحه كده لحد ما احس ان انا وصلت لنص السمك، وما عادشها واحده عشان تفضل. طبعا بنحط كميه سخيه. الملفيه ممكن تجربوها، تحفه جدا، سهله جدا.